السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى انا صليت الفجر وقلت اعمل لهم بقى اكلة كويسة يفطروا بيها. ده فول مدمس، دي مقاديرنا. ده اقل من نص كيلو فول نقعاه من بالليل عشان ما ياخدش معانا وقت في السوا كده ويستوي على طول. دول 3 معالق كبار عدس برضو غسلاهم، ومعانا كمان كوباية فول مدشوش. ده بيودي الفول في حتة تانية خالص يا جماعة، بجد والله بيبقى جميل جدا. في ناس تعمله برز بس أنا بحب أعمله بفول مدشوش. معانا طماطماية وليمونة. هنبدأ بقى نجيب الدماسة بتاعتنا ونحط المكونات بتاعتنا كلها فيها. والله يا جماعة الفول في البيت بيبقى ليه طعم وجمال وحلاوة أحسن مليون مرة من بتاع بره. ده غير بقى انت بتعملي لولادك حاجة بحب كده وحاجة عايزة تأكليهم حاجة كويسة ونضيفة وفي نفس الوقت موفرة برضو. يعني أقل دلوقتي شوية فول بقوا بكام؟ احنا بنعمل دماسة مليانة ناكل ونشبع ويتبقى منها كمان، ممكن نشحت كمان للجيران. ودايما بيتكم عامر بالخير ان شاء الله يا رب العالمين. ودايما تعملوا كده وتفرحوا ولادكم بالحاجات الحلوة النظيفة الجميلة اللي معمولة في البيت. كده انا بحط مية مغلية كده على المكونات بتاعتي، ولازم اغطيها بالمية السخنة عشان الفول ما يسودش مني. وهناخده على البوتاجاز على طول، يا دوب ياخد غلوة واوطي عليه خالص شمعة كده لمدة ساعة ونص ساعتين لحد ما يستوي. وادي الفول بتاعنا اهوت بعد ما استوى. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. اللهم بارك، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. كريمة كريمة. هصب لكم منه تاخدوا منه شوية. تعالوا احط لكم شوية فول. وادي الفول بتاعنا اهوت زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألف هنا وشفا للي هياكل. ولا فولة لازقة في الدماسة، فول كله بالحبة اهو قدامكم. نبدأ بقى نوضب الفول بتاعنا عشان الولاد بقى يقوموا يفطروا. جبنا اطباقنا اهيت وهنبدأ بقى نصب الفول قدامكم اهو. أنا جبت طبقين عشان هعمل شكلين من الفول دلوقتي، طعمين مختلفين. ده الفول معانا، تعالوا افطروا بقى معانا، حاجة آخر جمال. طبعا الفول قدامكم مش عايز كلام ومش عايز اقعد احكي لكم عليه اي حاجة، الحاجة قدامكم جميلة. ادي الفول اهو بعد ما صبيناه. هنبدأ بقى نوضب الفول بتاعنا. ده ملح بكمون، طبعا روح الفول الكمون. ده زيت عادي يا جماعة، اللي يحب يحط زيت حار يحط، اللي عايز يحط الزيت عادي زي ما انا حطيت كده. بصوا الليمونة من جمال الفول عمالة تتنطط في ايديا. ايه رأيكم بقى؟ وادي الطحينة بتاعتنا كملت باقي الطعم والجمال بتاعنا. الطبق التاني بقى فول بيض بسمنة بلدي كده، عشان انا عندي في ولادي بيحبوا الفول بالبيض على طول. وادي الفول بتاعنا بالبيض وبالزيت وبالهنا والشفا. اللهم احسن ما بين ايدينا. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.